السلام عليكم، أهلا بيكم. معانا دريس اتحرق بالمكوى. صاحبته جابته وقالت عايزة حل للحرق ده، فأنا طبعا حبيت أتصرف. لكن بصراحة حجم الحرق كبير زي ما بوريهولكوا بالرسمة كده. هحاول أرسم حاجة تناسب الحجم وتكون في نفس الوقت مش مكلفة قوي. لكن بصراحة الحرق كبير شوية، لكن لو الحرق أصغر هتكون الرسمة طبعا أصغر. هنشتغل كده حدود بسيطة وبعد كده هنكمل شغلنا على مكنة التطريز. أنا عملت حشوة للجزئية المحروقة من القماش وهنثبتها على المكنة ونشوف مع بعض. ثبتناها كده بغرزة عادية وبعد كده هنقص الزيادات ونشتغل التطريزة بتاعتنا. بنحاول إن احنا نعدل على قد ما نقدر، لكن أنا هنا بيحكمني الحرق نفسه لأنه كبير، لو كبرت اكتر من كده هيكون شكلها مش حلو قوي. هنحاول نعمل شكل كويس. انا هنا جبت الخيط الجنجاه اللي هو جامع كذا لون ومن ضمنهم اللون الاساسي بتاع القطعة، وبنرسم بالطريقة دي. هسيبكم تتفرجوا على الرسمة ونشوف مع بعض. طبعا كلنا عارفين ان احنا هنا بنشتغل بالخيط الحرير. الخيط حرير جنجاه. عملت الجزء التاني او الجزء التاني من الرسمة، وهنا هنشتغل على الدايرة بتاعتنا. حبيت اشتغل بنفس الخيط، لكن كانت القماشة مش مريحاني قوي. لضمت خيط سرمة واشتغلت بالسرمة. هبروز الرسمة اللي انا عملتها بخيط السرمة الفضي زي ما اشتغلت على قطعة القماش اللي انا حطاها بالفضي. فهنبتدي ناخد كده فسطونات، هتوضح معانا كمان شوية. فسطونات كده باتجاه طبعا اتجاه السليم للفسطونة. الناس اللي بتطرز او اللي عندها تطريز عارفة الاتجاهات بتاعة التطريز والزوايا بتاعة التطريز. طبعا انا المكنة دي عندي من اول ما بدأت شغل. اول مكنة جبتها هي المكنة دي، بصراحة غالية عندي قوي. هنكمل كده باقي الجزئية بتاعة القماشة اللي احنا حطيناها، اللي هي بنحاول نداري بيها الحرق. ناخدها في اسطوانات كده لف، وبعد كده هنعمل فكرة مع بعض حلوة قوي. هنا بقى هبتدي أبروز باقي الرسمة بتاعتي طبعا بالفضي عشان يبقى فيه تناسق في الشغل. ببروز الرسمة اللي فوق واللي تحت بخط رفيع كده جميل. اللون الفضي طبعا مش باين معايا قوي في الكاميرا، لكن هو جميل جدا وبيدي قيمة وشكل حلو قوي للرسمة بتاعتنا. بيضيف حاجة للرسمة فعلا في النهاية. طبعا بنعمل رسومات كتير وبأشكال كتير، لكن أنا هنا القطعة اللي معايا هي اللي حكماني في الرسمة بتاعتي. هبروز الناحيتين بنفس الطريقة. هنا بقى جبت قطعة من القماش 8 سنتي في 5 وطبقتها على 2. القماش ده طبعا الفيزون ما بيحتاجش ان هو يتقفل ولا يتني، وباخدها بالإبرة كده على ايدي واعملها زي نص فيونكة كده، وهثبت 4 قطع كده كفاية قوي عشان ما ازودش الحجم. وعملت دايرة كده هنثبتها في النص. انا بجيب القطعة بثبتها الاول على المكنة، وبعد كده هنحط الدايرة اللي احنا عملناها الصغيرة دي
وهنلف عليها بغرزة للمكنة بتاعتنا بس عادية في الأول، وبعد كده هنمشي عليها بغرزة تطريز معقولة، يعني حوالي ما حاجات بسيطة تثبتها وتديني لون في الرسمة بتاعتي. هنعمل كده زي نقطة كبيرة كده في النص، هتديني شكل حلو زي ما انت شايفة. هنكوي ونشوفها مع بعض. هنا بعد ما كوينا رسمة جميلة، الوردة حلوة قوي، وردة طايرة كده في النص بحيث ان انا اقدر اداري الحرق اللي معاه. طبعا انا قبل ما اشتغل فكيت الجنب وهرجع اخيطه تاني. بس ايه رأيكم في فكرة التصليح دي؟ تقدري تجددي حاجة بنفس الفكرة ونفس الطريقة. لو ما عندكيش الامكانية انا اعملها لك.